لو انت بتدرس لغة انجليزية باللكنة الامريكاني فانت اكيد قابلت الشبح المخيف اللي اسمه الفلاب تي. water, city, better، او كلمة literally I was literally excited. اما بقى لو بتدرس لكنة بريطاني فانت اكيد قابلت الوحش الكاسر اللي خلاني انا شخصيا اقتنع ان انا ماليش في البريطاني واحول الى اللكنة الامريكاني، وهو حرف الار اللي تحس ان بينه وبين البريطانيين طار بايت. pot hot teacher I have my cousins over. لكن صدقني كل التعب ده هيهون عليك، وكل الغل اللي في قلبك من صعوبة لكنتهم هيهون ويروح ويتلاشى لما تشوفهم لو انت مدرس لغة عربية وهم بيحاولوا ينطقوا التنين المجنح اللي بيطلع من بقه نار وهو حرف العين. حرف العين بالنسبة للأجانب تحس كأنه مشكلة كبيرة جدا جدا، خصوصا لو في قبله حرف همزة زي كلمة أعرف أو أعود أو أعيد أو أعبد أو أي حاجة زي دي. الحرف ده من أكتر الحروف اللي تعبني جدا وأنا بحاول أشرحه لطلاب الأجانب، لدرجة إني لما كنت بلاقي حد بيعرف ينطقه صح بقول له اعتبرني طالب واشرح لي أنت إزاي بتقوله. وفضلت في الحيرة دي يا مؤمن لغاية لما جات لي طالبة صغيرة في السن أمريكانية ومش مسلمة، وساعتها شرحت لي إزاي هي بتنطق الحرف ده بشكل صحيح بطريقة غريبة جدا. لا هو مش بالسهل كده، أنا مش هقولها لك دلوقتي طبعا، بس أنا عاوز كل واحد شغال مدرس أونلاين أو حتى بيفكر إنه يكون مدرس أونلاين يحاول يشرح لي حرف العين في التعليقات باللغة العربية عادي، كأنه قصادك طالب أجنبي وأنت عاوز تشرح له إزاي بتتنطق حرف العين. حاول تعمل ده، وأفضل إجابة هلاقيها مقنعة وسهلة للطلاب إن شاء الله هطلع أقولها في فيديو، وهقول لك طبعا الطريقة اللي البنت الأمريكانية قالتها لي، ولكن ده في لقاء آخر. السلام عليكم.